السلام عليكم ومرحبا بكم. طليت عليكم اليوم بحاجة حلوة. تحلية سهلة مهلة اقتصادية. عشاق الكراميل، هذه هي الكيكة اللي تعلمكم وإلى التحلية اللي تعلمكم. سهلة مهلة، راح تتفاجئوا في مكوناتها وفي طريقتها. تلمو سهلة ومنظرها راقي جدا جدا جدا. بسم الله على بركة الله نبدو. أول حاجة عندي زوز بيضات، زدت عليهم 6 ملاعق سكر عادي، سكر أحرش، وزدت معاهم 7 مغارف تاع ماكلة زيت. ما نحتاجوش نطلعوا كل حاجة وحدها لأنها راح نشربوها من بعد، ما نش محتاجينها أنها تجينا جينواز. وبعد زدت لها 7 مغارف حليب. حاولت اني نعطيكم المقادير المضبوطة، انا راني حافظة الكيل بركة لجلبه نعطيكم المقدار المضبوط. كيلت بالمغرفة، خدمت المكونات تاعي مليح مليح حتى حسيتهم اتجنسوا ودخلوا مليح في بعضهم. باه نبدأ نزيد في النواشف. خدمتهم كيما هكا مليح مليح. اول حاجة رحت جبت مغرفة ونص من الشوكولا سريعة الذوبان. انا استعملت شوكولا تويسكو وانتي اذا كان عندك كاكاو بني ولا حتى كاكاو نوار معليش تقدري تستعمليه، والا حتى مغرفة شوكولا اتارتيني او بتيلا ولا ماكسون ثاني تفي بالغرض. حركتهم مليح مليح مع بعضهم. باه نبدأ دركا في الفرينة مغرفة 2 3 4 5 6 7 مغارف فرينة. هذه اصلا كيكة 7 ملاعق. الناس اللي راح تدير بلا شوكولا ديري 8 مغارف فرينة، عفوا بلا كاكاو قصدي. وهنا جبت ساشي تاع خميرة نوارة فرغته مع الخليط. حركتهم مليح مليح حتى ثقل الخليط تاعي. كيما الخليط تاع المسكوت شو عادي، كي نقدروا نشكلوا خطوط بالعجينه تاعنا نعرفوها بلي راهي واجده. كيما هكا تترسلنا من تحت نعرفوا بلي العجينه تاعنا راهي واجده. هنا اخر حاجه ضفت عطر الكراميل، خليته هو الاخير باش يبقى العطر تاعو قوي وما تروحش الريحه تاعو. رحت جبت المول تاعي، المول هذا تاعي الكبير ماهوش الصغير، دهنته بالزيت ورشيته بالفرينة وحطيت فيه الخليط تاعي، مشيته مليح مليح وخبطته مليح مليح. ومن بعد دخلته طاب على درجة حرارة 180 درجة ومدة 4 ساعة وخرجته وشربتها بشويه قهوه طايبه. تبقى باش تشربها هذيك حاجه اختياريه، ولكن النكهه تاع القهوه تجي ملاحه مع نكهه الكراميل. بالنسبه للكريمه درت 2 كاس ونص حليب معاها مغرفه ونص مايزينا ومغرفه ونص سكر. حركتهم مليح مليح بارد في بارد قبل ما نديهم فوق النار، وضفت عليهم عطر الكراميل. عاود حركتهم مليح وديتهم فوق النار، خليتهم طابوا بعقلهم مع التحريك المتواصل على نار قليلة شوي. وخليتهم كي عقدوا مليح، زدت عليهم عطر الكراميل وديتهم ديريكت فوق الكيكة تاعي شربتها. عفوا صبيت على هذاك الخليط، حاولت نوزعه على الأطراف كلها بالطريقة هذه. لأول مرة تشوفني ما تنسيش أختي ديري اشتراك وتفعلي زر الجرس باه يلحقك كل جديد.
حطيت الكريمة تاعي، وكانت هذه هي الطبقة الأخيرة. بالنسبة للتزيين راهو يبقى اختياري كما ديما نقولكم، وعلى حساب واش عندك في الدار. أنا كانت عندي شوكولا أطرتيني هذيكا، درتها خطوط هكا زينت بها مع نص كعبة بنان، قصيتهم دي رونديل وحطيتها زينتها، قصيتها كما راكم تشوفوا جت مشربة على حبة من داخل، طرية وخفيفة. اللي وصل معايا لهنا نقول لها بارك الله فيك على المتابعة، ولا أول مرة تشوفيني أدمي أختك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى في وصفة جديدة إن شاء الله في القريب العاجل. مع السلامة.